كرة ملعوبة عند مراد باتنا، يتقدم مراد، يراوغ مراد، يمرر الكرة، توفيق بوحيمد، تصويبه قوية، هدف أول للفتح. الفتح يبدأ التسجيل من المدافعين، يبدأ التسجيل من توفيق بوحيمد، يدافع عن مستواه ونتائج الفتح بتسجيل أول الأهداف. توفيق بوحيمد بيسرى يتغير اتجاهه، يسجل الفتح أول أهداف اللقاء. يا سلام يا توفيق بوحيمد، كان الكل يتوقع مراد باتنا أن يصوبها، لكن يأتي التصويب والتهديف من توفيق بوحيمد النموذجي. يبدأ المباراة بأول الأهداف على عكس ما كان متوقع من النتيجة، من الخطورة التي كانت للنادي الرائد في بداية المباراة. شوف اللقطة، شوف التصويبة التي كانت من توفيق بوحيمد، يتغير اتجاهها، يشاهدها أندريه موريرا في مرماه، يتابعها في مرماه، يتسمر في مكانه ويسجل معها الفتح أول الأهداف. إذا الفتح يتقدم بالنتيجة، تغير اتجاهها من منصور البيشي بالنيران الصديقة. يأتي الهدف الأول بعد تصويبة توفيق بوحيمد، بعد تصويبة مدفوزير. سيلاريان ما زالت الكرة معاه بلمسة طويلة هناك خطيرة لكريستيان، تيو للثاني، تيو للثاني، تيو للثاني، تيو للثاني، تيو للثاني، يسجل ثاني الأهداف للفتح بعد كرة، بعد مرتدة جميلة جدا للنموذجي، مرتدة نموذجية يسجل معها الفتح ثاني الأهداف. يا سلام يا سلام يا سلام على الفتح، الله على النموذجي، يقدم أداء كبير في هذا الموسم. ثاني الأهداف يزيد معها الجراح، يزيد معها الجراح على نادي الرائد وعلى جماهير الرائد بثاني الأهداف، ويقترب أيضا من تعزيز النتيجة وتعزيز النقاط. شوف اللقطة، شوف لوكاس بلمسة جميلة جدا لكريستيان تيو، كريستيان تيو الذي يضيف ثاني الأهداف على الطاير، يسجلها في مرمى أندريه موريرا. أندريه موريرا يستقبل ثاني الأهداف بعد تصويبة جميلة كانت من لوكاس من اللاعب كريستيان تيو اللاعب الإسباني. إذا ثنائية للنموذجي بأقل مجهود إن صح التعبير في شوط المباراة الأول. لم يظهر النموذجي بالطريقة المثالية جدا جدا، لكن أتى بتسجيل الأهداف وهذا هو المراد. كوبريني أو يكون التألق كريم المغربي، كريم يصوبها ويسجل الهدف الأول للرائد. إذا رائد التحدي في وقت مهم جدا يأتي بتخليص النتيجة ويأتي بالهدف الأول في مرمى جيكوبريني، ويمنع جيكوبريني من الكلينشيت في هذه المواجهة. إذا كريم يسجل أول الأهداف. البديل الذي لابد أن تكون الجماهير من خلفه في اللقطة الماضية لتشجيع للوصول إلى الهدف إلى هدف التعادل. عشم الجماهير دائما ما يكون بكريم البركاوي هداف الفريق في المواسم الماضية أن يعود بهم من جديد. إيغور، تحية للاعبين.